السادة العلماء جميعا قد دخلوا أكثر المشايخ الآن معنا، وعلى رأسهم الشيخ محمد مطيع الحافظ، والشيخ إبراهيم الأهدل، والشيخ قاسم البحر، والشيخ عبد الرزاق أبو البصل، والشيخ عماد الدين ابن كثير المالكي، وبقية المشايخ بعد قليل. نرحب بهم جميعا. تفضل شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. بداية أرحب بالشيوخ الفضلاء مشايخنا وعلمائنا من اليمن ومن غير اليمن، من اليمن ومن الشام ومن كل البلدان العربية والإسلامية الذين هم معنا في هذا الحفل المبارك لتدشين هذا المعهد وهذه الأكاديمية وهذا الصرح العلمي العظيم. وكذلك لا أنسى أن أرحب بفضيلة ومعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور محمد عيضة الشبيبة، هذا الرجل الذي عرفناه محبا للقرآن وأهل القرآن وخادما للقرآن، وفي فترة وزارته وصل اليمن إلى مناصب وإلى مراكز كثيرة في مسابقات تحفيظ القرآن الكريم وفي مختلف المجالات. نسأل الله عز وجل أن يبارك جهده وجهاده العظيم. والحقيقة يا إخواني، في مؤسسة بصائر المعرفة القرآنية وأنا معهم في الإدارة، شرفوني بأن أكون معهم. طلبوا مني أبياتا تقال فكتبت هذه الأبيات، فقلت فيها: طلب الأحبة صفوة الخلان شعرا يقال بحفلنا المزدان. طلب الأحبة صفوة الخلان شعرا يقال بحفلنا المزدان. بالسادة الأخيار قلت وكيف لي وأنا الفقير وصاحب النقصان. مثلي تصاغر أن يقول قصيدة في وصف هذا المعهد الرباني. حول البصائر ما يقول بياني، حول البصائر ما يقول بياني. هي روضة تسقى من القرآن، هي فوق ما قال المحب وفوق ما صاغ الأديب وفوق كل بيان. قامت على نهج الكتاب وأسست حبا على التقوى بغير تواني. صرح بناه المصلحون لينشروا نورا فنعم المبتنى والباني. يكفي من الشعر الجزيل عبارة: إن البصائر مورد الظمآن. وهذه الأبيات التي كتبتها أكمل عليها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن دحباج حفظه الله، وهو من إدارة البصائر ومن تلامذة شيخنا شيخ المقارئ اليمنية أو رئيس مشيخة الإقراء اليمنية الشيخ عبد السلام المجيدي حفظه الله ورعاه. فقال: لله در الشيخ من أرسل بنا، أعني المجيدي الرفيع الشان. كم بالبصائر قد أضاء طريقنا، أحيا القلوب بشعلة الإيمان. وأبان عن مكنون سر الله في آياته وذخائر الفرقان. وجواهر مكنونة قد أصبحت مجلوة لقرائح الأذهان. تلك البصائر واحة أزهارها وثمارها للطالبين دواني. فالحق بركب السالكين بدربها، والجأ لظل خمائل الأغصان. حسبي وإن طال القصيد بمدحها أو خط أبيات الثناء بناني. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. تلك البصائر واحة أزهارها فواحة، تلك البصائر واحة أزهارها وثمارها للطالبين دواني. فالحق بركب السالكين بدربها، والجأ لظل خمائل الأغصان.